من اكتر الشكاوى اللي بتجيلي وبسمعها من اصحاب الايفون ان الموبايل بيقول لهم ان مفيش مساحه كافيه، وده الحقيقه بيرجع لكذا سبب. ممكن يكون الموبايل قديم ومن الانواع اللي ما كانتش بتشيل مساحه كبيره، كان زمان فيه 64 و128 والحاجات دي ما كانتش بتستحمل كتير الحقيقه، خصوصا الاوبريتنج سيستم كان بياخد مساحه مش بطاله. ممكن تكون مخزن حاجات على الموبايل ومش واخد بالك، بس عموما لازم تفضي شويه مساحه عشان تقدر تتعامل وتنزل صور وفيديوهات جديده على موبايل، ويبقى عندك مساحه تعرف تتحرك فيها كويس. الخبر الحلو ان الايفون اصلا عنده ادوات بتخليك تعمل كده بنفسك. في الفيديو ده هشرح لك خطوه بخطوه ازاي تعرف ايه اللي واكل المساحه على موبايل، وازاي تنظف الموبايل من غير ما تمسح حاجه مهمه. انا يحيى ناجي، وتعالى معايا عشان نشوف هنعمل ايه. اول خطوه لازم نشوف مساحه التخزين وايه اللي مخلصها. افتح سيتنجز، روح على جنرال، وبعدين ايفون ستورج. هتلاقي فوق رسم بياني بيوريك المساحة الكلية قد ايه وايه اللي واخد منها بالظبط: تطبيقات، صور، ميديا، بيانات اي او اس، بيانات النظام. عموما لو لقيت مساحة فاضية كبيرة فمبروك عليك، بس في غيرك مش لاقي. ولو البار عندك كده ملون وملظلظ زي حالاتي يبقى لازم حملة نظافة فورية. بس في حاجات أساسية مش هتعرف تعمل فيها حاجة، زي ما انا قلت لك في الأول، زي نظام التشغيل، زي الويندوز كده على اللابتوب بتاعك، مش هتعرف تمسحه للأسف. ولو عايز تعرف واخدة مساحة قد ايه، هتنزل آخر الشاشة تحت وهتلاقي البيانات الأساسية للتشغيل والمساحة اللي مستخدمها. تاني خطوة هنبتدي ندخل نشيل التطبيقات القديمة اللي انت ما بتستخدمهاش. كل تطبيق بينزل بياخد مساحة، وفي تطبيقات بتستهلك مساحة ضخمة وانت مش واخد بالك. افتح قائمة التطبيقات اللي واخدة مساحة كبيرة وشوف تاريخ آخر مرة استخدمتها. مثلا لو عندك تطبيق زي سيكست، أنا كنت منزله في السفر بس ما بستخدموش دلوقتي، احذفه على طول. مش لازم يفضل واخد لك مساحة على الفاضي. لو مش عايز تمسحه خالص ممكن تعمل كمان اوفلود اب، وده بيمسح التطبيق نفسه لكن بيسيب بياناته، يعني لو رجعت نزلته تاني هيشتغل كأنه عمره ما اتمسح. بس بصراحة لو التطبيق مش مهم امسحه. خليك حازم كده وصريح مع نفسك، اي حاجة ما بتستخدمهاش من شهور شيلها.